صباح النور والسرور عليكم كامل اخواتاتي. رجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم ويلقاكم كامل بخير فرحانات وسعيدات امين يا ربي. نصلوا وسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اول حاجه نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع طلاب البكالوريا، ربي يوفقهم ويفرحهم ويفرح الامهات اللي قلبهم كيما الجمره. البارح في الليل حطيت التلقودة في الماء السخون كيما راكم تشوفوا باش الصباح ان شاء الله نلقاها واجده. هاني لقيتها واجده وهاني نشرو فيها معكم على الريق. كاين ياسر بنات يعانوا من خمول الغده الدرقيه وما يعرفوش بلي كاين اعشاب طبيعيه تعاون الجسم باش يسترجع التوازن تاعو. من بين هذو الاعشاب لقيت التلقودة، راني قربتها لكم باش تشوفوها مليح. راح نستعملها ان شاء الله، راح تعاوني وتعود الغده ان شاء الله تخدم وتفرز الهرمونات بشكل طبيعي. انا شخصيا راني نستعمل فيها وراني جربتها كيما راكم شفتوا، يعني الطريقه بسيطه جدا. تغلي شويه تاع ماء وتحطي التلقودة في كاس بعد اللي تهرسيها مليح، وترجعي تحطي عليها الماء المغلي وتقطيها وتخليها حتى للصباح كيما قلت لكم وتشربوها على الريق يوم بعد يوم ولا كل يوم الصباح. الطعم تاعها راه قوي شويه بصح تقدري تزيدي له شويه تاع عسل طبيعي. والحاجه المهمه ياسر مش كل واحده تقدر تستعملها، لازم تسقسي الطبيب تاعك. الاعشاب الطبيعيه تعاون بصح ما تعوضش الدواء. انا راني نتناول في الدواء تاع الغده وقلت نزيد نعاون روحي بها، وان شاء الله يا ربي يشافيني ويشافي كل مريض ويرفع عنا البلاء في القريب العاجل. والحمد لله لك يا ربي. هذه ولا حاجه اخرى. اليوم نوض الصباح شكرت ربي على نعمة تاع النهار الجديد. اول حاجه درتها شربت كاسي تاع ماء التلقودة كيما شفتي اللي كنت درته البارح، وحطيت حبيبه تاع بيض يتشرشموا. انا من عشاق البيض المطبوخ باش نحس روحي ناشطه وجسمي يبدا يفوق ويستعد لليوم تاعو. يعني ما فطرتش حاجه كبيره بواش كتب ربي، شويه تاع خبز مع كاس تاع حليب، حبيت يا الهي حبات تاع عبيض وشويه تاع مكسرات المشمش والبرقوقه. ما كملتهمش، حسيت روحي شبعت الحمد لله. ومن بعد كاع درت فيها فنجان تاع قهوه ورحت نبدا في الروتين تاعي كيما العاده والعوايد. وانا داخلي طاقه وحماس، حابه نتهلا في دويرتي في وليداتي وفي روحي قبل اي حاجه. الحمد لله على كل لحظه وعلى كل نفس اللي يحب يبدا نهاره بنشاط وبركه يبداه بالشكر وبنيه طيبه ويراعي الجسم تاعو وروحه. اذا حسيتي روحك ما كيش قادره تخدمي ما فيها والو، ما كيش امراه حديديه، اقعدي وتنفسي. الصحه هي الصح، اما شغل تاع الدار كاع ما يكملش. ربي يقدرني ويقدركم يا ربي. الدعاء ثم الدعاء. انا اخواتاتي حياتي كامل لوحه دعاء، والله ما هي حاجه سهله. تاع 5 اولاد، بلاك اللي يشوفني نضحك ونخدم يظن بلي حياتي سهله، بصح الحقيقه وحدها. مرات نحس بالضيق بتعب بالوحدة حتى وأنا وسطهم، تغلبني روحي. مش كل يوم نوض ناشطة وهذا أمر طبيعي جدا، ورانا كامل كبار ونفرقوا بين الواقع والخيال. بصح نحاول نتغلب على روحي باش نكمل نتهلا فيهم وفي داري ونبقى واقفة عليهم بحول الله تعالى. ونقول يا ربي عاوني على هذه الأمانة. روتيني مش مثالي، مرات يبكيني ومرات يفرحني، ويكفيني فخر أني ونخدم أولادي بكل حب وحتى في الضيق. اليوم كما شفتوا خواتاتي خملت معاكم الكنابليات، مسحتهم من الغبار، نقيت وسيقت الحالة. سيقت ثاني تحتهم كانت الغبار داير حالة ثما، وحطيت فيهم الفراش. ما عنديش أنا بلاكارات، هذو هما اللي نافعيني. كوفرطة تاعي راني غسلتهم قبل العيد، خففت على روحي وخرجت لي وساي ثاني تضربهم شويه تاع الشمس ونفضتهم مليح. ما شاركتكمش كلش باش الفيديو ما يجينيش طويل. شوفوا راني حاسه روحي غارقه في الضيق. تخيلوا معايا الصاله ما عنديش، وهذه الشومره اللي راني نقي فيها معاكم ما عرفت نقول عليها بيت قعاد ولا صاله. المهم في الليل رقت فيها وليداتي وفي النهار رانا كامل فيها. ان شاء الله ربي يفرج وخلاص عليها. راني نشوف كيفاه نرحل الحوش خد اخر، هذا ما ساعدنيش من ناحيه الضيق، وخاصه في وقت القرايه يصرى فيا العجب. هذا الكلام ما يحس به غير اللي راه عايشو. راني نحكي هذه الحاجه مش باه نشكي لكم، بصح باش نقول اي عمر هتمر بنفس الحاله تاعي، راكي ما كيش وحدك. وان شاء الله ربي يقدرك ويقويك حتى اذا ما حسوش بك الناس. ربي راه معاك شايفك وعالم تعبك وحالك.
المهم كما قلت لكم البنات الضيق راه موجود والتعب ما يرحمش كما راكم تعرفوا. بصح واش نديروا حنا الامهات؟ لازم ما نضعفوش، مع الوقت ان شاء الله تتعلمي باللي التنظيم هو السلاح تاعك. لو كان بسيط من الصباح حاولي تبداي نهارك بكلمه بسم الله ودعوه صغيره برك، يا ربي سهل عليا نهاري. مش لازم ندير كلش في نهار واحد ودفعه واحده. كما انا اليوم راكم تشوفوا فيا خملت غرفه اطفالي برك، سيقتها نقيتها بالاضافه الى الروتين اليومي العادي الغداء والعشاء، هذا مفروغ منه. والثاني طويت الطراشي اللي كنت غسلتها معاكم في الروتين اللي فات. ما هيش حاجه كبيره بصراحه، يعني ظروفي والله خواتاتي ما تسمحليش نشري ديكورات ولا نبدل فراشي كل مرة. بصح هذا الشيء ما يحبسنيش، قلت نخلي داري مرتبة ونظيفة بالموجود برك، ونخلي روحي مرتاحة حتى بالبساطة تاعها، بلا زوخ بلا فوخ، على قد ما عندي. المهم درت جو جديد وريحة خفيفة، ونهار اللي ربي يفرج عليا ان شاء الله نبدل الديكور ونفرح ولادي ونزيد لدويرتي بهجة وسرور بإذن الله تعالى. حبيت برك خواتاتي نفتح معاكم قلبي اليوم ونحكي معاكم بكل صدق ومصداقية كيما ديما تعودتوا عليا من أول يوم بديت فيه نشارك معاكم الروتين اليومي تاعي. ماهوش الهدف تاعي خواتاتي التصوير برك ولا المشاركة السطحية، لا، نحاول نوري لكم الواقع تاعي كيما راه، بالتعب تاعو بالفرح تاعو. بديت نحكي معاكم على التنظيف، على الطياب، على كيفاش نقسم وقتي بين داري وبين وليداتي. هنا خواتاتي بعد اللي كملت كامل غرفة أطفالي راني وريتها لكم، إن شاء الله تعجبكم. وهذه هي. المهم خواتاتي أنا ملي بديت معاكم بديت نحكي لكم على التنظيف، على الطياب، على كيفاش نقسم وقتي بين داري وبين وليداتي الخمسة، ربي يحفظهم ويحفظ لكم وليداتكم إن شاء الله. وكان عندي هدف واحد، أني نحفز ونشجع كل أم كيما أنا عايشة في ظروف يعني صعيبة، لكن ما تضعفش، على خاطر ما متأكدة باللي كاين ياسر أمهات راهم يعيشوا نفس الظرف تاعي ومسؤولية يعني ونفس المسؤوليات كيما تاعي. عليها شاركتكم باش نحسسكم باللي راكم مش قوحتكم. ما كانش حاجة سهلة يعني تعودي مسؤولة على دار كاملة، على أولاد، على راحتهم، على تربيتهم والنظام قدامهم. بصح حابة نقولكم حاجة، النية والتنظيم والاعتماد على ربي خلي كل مستحيل ممكن بإذن الله تعالى. واليوم الغداء تاعي بسيط بصح يشهي. درت فريت اومليت، هنا راني نقيت البطاطا وقطعتها مع شويه تاع خبز وشلاطه طماطيش وبصله، وهذا مكان. والحمد لله قلت نخفف شويه الخدمه على روحي ونتهنى. بصراحه كي كملت الغداء حسيت روحي تعبت، حسيت برويحتي، تكسلت شويه، قلت نخلي روحي نرتاح، ومع العشيه ان شاء الله ربي يفرج. ما تروحوش خواتاتي بعيد، ذكر نرجع معكم. انا هنا نخليكم مع الغداء تاعي راني نوجد فيه. كما قلت لكم رايحه ندير ان شاء الله فريت اومليت، شويه طماطيش وبصله، وهذا مكان. والحمد لله على كل حال. نرجع معكم ريرة، ما تروحوش بعيد. وهنا يوم على عشية كما راكم تشوفوا خواتاتي جاتني النفحة على لتاي والطمينة، كانت في بالي من قبل، درتها غير بالنية كما يقولوا باش نفرح بها انايا ونفرح بها وليداتي. بصح والله ما كليتها، ذقتها برك بعد اللي شقت فيها. راني نحاول نقص من السكريات. المهم البساطة هي اللي تخلينا نرتاحوا ونفرحوا بأقل حاجة. ما شاركتكمش كيف خدمتها بالتفصيل هي لالتاي، ان شاء الله كاش نهار نديرها خواتاتي ونشارككم طريقتها بالتفصيل. اليوم كما شفتوا تبعتوا معايا كيفاش كان بداية النهار تاعي وكيفاش عشت وسط الضيق بلا ما نفقد ابتسامتي ولا أنوثتي ولا طموحي. درت بالموجود وخليت داري فيها لمسة نظافة وراحة، وحتى بالقليل خطوات صغيرة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو.
شوفوا والله حسيت روحي كثرت الهضره ياسر، وقيلا راني دوختكم، وان شاء الله يا ربي يكون كلامي واضح، ما تعودوش من دوك الناس تقولوا دوختينا بالبلبله وكثرتي علينا الهضره. انا نحب كي ندير لكم فيديو يكون مفهوم، مش برك على جال المشاهده وخلاص. وكيما راكم تشوفوا في اخر الفيديو حطيت لكم مقتطفات من اللي ديت وليداتي للحديقه. شوفوا بنتي راها في حجري كي شافت الفيديو. المهم حديقة لاند غنية عن التعريف، هذه هي راهي من الضروريات القصوى في حياتنا وحياة وليداتنا، الخروج للحديقة والتنزه. كاين ياسر أمهات كيما أنا عندنا ياسر مسؤوليات، وانا ام ل5 اطفال ونعرف واش معناها، كل دقيقه محسوب. والله قد لاحظت باللي كي نخرجهم نبدلوا جو نحسوا كامل بواحد الراحه. الله يبارك، الدراري يفرغوا طاقتهم، يلعبوا ويضحكوا، انا نتنفس شويه معاهم ونتامل ونشكر ربي. وهذا ما يليق خواتاتي مع هذا الروتين والضغط والخدمه داخل الدار. على الأقل نخفوا على رواحنا شوية ونخلوا ذكريات مليحة لوليداتنا ونعيشوهم الطفولة تاعهم. نحاولوا كيفاه ما نخلوش الظروف تمنعنا وما تسمحلناش نعيشوا وليداتنا الطفولة تاعهم. نحب نشوفهم يضحكوا يلعبوا كيما نتوما ويجروا عادي، ويعرفوني باللي رغم التعب اللي راني فيه حابة ندخل الفرح لقلوبهم، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه لهم. هذه هي حبيباتي، وكما هكا نكون كملت الفيديو تاعنا اليوم. إن شاء الله تكون لقيتوا فيه فايده وتحفيز. ما تنساوش تخلوا لي تعليق، نحس بوجودكم ويزيد يحفزني. ربي يعين كل ام ويعمر ديارنا بالراحه والفرحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.